السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي ناقص الدجاج، لأن الأولاد هواي يحبوه، موجود هو بالمولات وبالأسواق، بس سعره كلش مبالغ رغم هو كلش بسيط ما يحتاج له مواد. اليوم راح أسويه بأبسط مواد وبأسهل طريقة. هنا عندي توست أبيض، اشتريت توست أبيض من المحل، وجبت صدرين من الدجاج، وراح أبلش الطريقة. هنا عندي 6 قطع أو 10 قطع من التوست، قطعتهم حتى نثرمها بمحضرة الطعام، حتى نستخدمه للتغطية أو يعني نسوي بقسم. وأخذت هاي الحواف هم راح يعني أقطعها بالمحضرة وهم حمصة. وهنا التوست حمصته بطاوة تيفال وضفت عليه لون برتقالي حتى يعطينا اللون الذهبي أثناء القلي. وجبت هنا تقريبا 6 قطع من التوست وضفت عليهم مي دافي حتى أضيفه ويا صدر الدجاج. وهنا ثرمت صدر الدجاج ثرمه مبرحا وعذبته وصار مثل عجينة. راح أضيف عليه التوست اللي عصرته من المي الزايد، وأضيف عليه البهارات أو التوابل اللي هي ماجي، ثوم باودر، بصل باودر، أي شي تحبوه، برش الليمون. وراح أضيف العقد طعام من النشا حتى يعطينا شوية طراوة ولون أبيض حلو للناقص. وبعدين راح أفرش العجينة بصينية مستطيلة بها ورق زبدة وأخليه بالفريزر لأن عندنا يتماسك كلش. راح أجهز التغطية أو الشي اللي نخلي بيه الناقص، هو عبارة عن طحين ونشا. ونضيف المي بالتدريج إلى أن عندنا عجينة يعني تكون سايلة، لا ثخينة ولا خفيفة. وهنا بعد ما تماسك عندنا عجينة الناقص أو المقرمش، احنا نسميه مقرمش، راح أقطعه بالسكين الحاد مربعات وآخذ هذا الشكل القلب، الشكل الكيوت كلش الأطفال يحبوه. راح أساوي الشكل، طبعا هو السمك مالته يكون لا ثخينة ولا خفيفة مثل ما تشوفون. راح أخليه بهذا الخليط اللي سويناه اللي عبارة عن طحين ونشا. وبعدين أرجعه على التوست المحمص أو البقسم اللي حمصناه، وأضغط عليه بإيدي حتى يتماسك زين وما يوقع من عندنا التوست. طبعا هاي الطريقة ما بيها أي نوع بيض أو أي شي يعني بزفرة، مجرد هاي العجينة السهلة كلش بسيطة ويعطينا النتيجة كلش روعة. هنا شكل مربع أنا سويته بإيدي، وهم راح أضيفه بالعجينة السايلة وبعدين أضيفه على البقسم التوست اللي حمصناه، وأضغطه بإيدي. وكل مرة أضغط بإيدي حتى ياخذ يعني كفايته من التوست المحمص، وأخليه بالثلاجة تقريبا 10 دقائق شوية يتماسك. وراح نقليه بالزيت يكون حرارته متوسطة حتى يستوي بطن الناقص أو المقرمش، ويبقى عندنا البرة حلو لونه وذهبي. شوفوا اللون شلون حلو وذهبي وشون يعني محمص لونه ومقرمش، فعلا هو مقرمش. وهنا بعد ما كملنا كل كمية المقرمش وقليناها راح أقدمه ويا المايونيز أو الكاتشب. كلش حلو ورهيب خرافي وسهل وبسيط. طبعا ممكن تفرزوا من عنده كميات للأولاد، لللانش بوكس، للمدرسة. راح افتح لكم وحدة شوفوها شلون لون المقرمش داخله ابيض وناصع وهيجي منفوخة، عبالك تقول كيكة والله ولا عبالك مقرمش، من قد ما طيبة وهشة وخفيفة. يعني اطيب من الجاهزة 100 مرة والله. والطعم خرافي، فول فول خرافي، كلش لذيذ ولونه ناصع وطري وما يمص دهن ابد. وما شاء الله طلعت لي هاي الكمية الهواية من صدرين دجاج فقط، وبقى عندي هواية راح افرزه بحافظة استخدمه وقت اللزوم، اما اقليه او اخليه لمسحة زيت بالقلاية الهوائية، يطلع عندنا كلش ممتاز وطيب. ان شاء الله يا رب تجربوه وتدعوا لي عليه اكيد، وفي امان الله.